السلام عليكم. صل على الحبيب وخليك من ربك قريب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم بتكلم معاكم عن القلق والتوتر والخوف الشديد. في بعض الناس عندها قلق وتوتر وخوف من أشياء، يعني مثلا الخوف الزائد على الأطفال، على الأولاد، الخوف الزائد على الممتلكات، الخوف من الناس، التوتر من بعض الأمور، القلق في أشياء يعني ما بتتعامل مع الناس، مع الإنسان هذا والإنسانة هذه، في قلق كذا، في لا مو كده الحياة. هذا يكون من أكبر الدلائل من البعد عن الله سبحانه وتعالى. في آيات في القرآن اسمها آيات السكينة، طبعا هي آيات كثير، لو حطلعها الفيديو حيطول، بس لو أنت واظبت على قراءة سورة البقرة كل يوم، لو واظبت على قراءة آية الكرسي، المعوذات، الصدقة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، هذه أشياء كلها تدخل الطمأنينة في القلب. دائما كنت أقول لكم، ودائما كنت أقول خليك قريب من الله، وخلي دائما ذكر الله على لسانك. هذا بيزرع الطمأنينة داخلك، وبيشيل عنك التوتر والخوف، وبيخليك دائما مرتاح، لأنه قربك من الله سبحانه وتعالى دائما بيزرع الطمأنينة في البني آدم. في آية القرآن قال الله تعالى والذين آمنوا تطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما يكون ذكر الله على لسانك قلبك حيطمئن. شيل القلق من حياتك، شيل الخوف، شيل التوتر. خلي دائما ذكر الله على لسانك. أنا والله خايف من بكرة، بكرة أنا ما عندي فلوس، ما عارف إيش أسوي، ما عارف. لا في رب، في الخالق موجود. ليش تخاف ما دام الله معاك؟ كن أنت مع الله عشان هو يكون معاك. اذكره، صلي، ادعي، قوم الليل. هذه كلها أشياء حتخليك تبعد عنك التوتر والخوف والقلق. يا جماعة حرجع وأقول ذكر الله قسما بالله هو اللي يشيل التوتر والخوف من حياتنا. لا تشيل هم بكرة، لأنه فوق ربنا موجود فوق، ما حيتركك، هو اللي خلقك ما حيتركك. خليك مع الله، كن مع الله ولا تبالي. لا تخاف من شيء، لا تقلق من حاجة. جاء بكرة ما عندك شيء، الله بيسرها، الله الرزاق، إلا ويطعمني ويطعم أولادي ويطعم زوجتي. لا تخاف. جاء بكرة لا تخافي على أولادك، على بيتك، على حياتك كإنسانة. لا تخافي، ربنا سبحانه وتعالى هو متكفل بكل شيء. بس خليك بذكر الله، صلي صلواتك، اعبد الله، قم بالنوافل، قيام الليل يا جماعة، قيام الليل والله الذي لا إله إلا هو فيه له راحة نفسية فظيعة. قيام الليل حاولوا قد ما تقدروا يكون لسانكم متعلق بذكر الله. حاولوا قد ما تقدروا يكون قراءة القرآن معاك. احفظ آيات، كررها وانت ماشي. يا أخي كرر آية الكرسي، ما في أحد فينا مو حافظها، كررها. المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما في أحد مو حافظها، قولها. دائما ذكر الله. الاستغفار، استغفر الله. أي شيء في ذكر الله اعمله. الصلاة الإبراهيمية قولها. لا تخاف من شيء. إذا كنت حابب تخاف، خاف من نفسك،
اللي بتقصري في ذكر الله سبحانه وتعالى، واللي بتقصر في عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه اللي خاف منها. النفس أمارة بالسوء، لكن طول ما القلب متعلق بذكر الله عمرك لا تقلق ولا تخاف ولا يصير فيك أي شيء. سلام عليكم.